عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا جايلكم فيديو جديد. حطيلي لايك واشتركي معايا في القناه لو لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو. كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى مش اول يوم رمضان، هو لسه الليله اللي قبل رمضان، يعني بيصلوا دلوقتي صلاه التراويح. كل سنه وانتم طيبين تاني. بصوا بقى، انا عندنا مقدس كده، لازم اول يوم رمضان مكرونه بالبشاميل وفراخ مشويه معاها. فانا النهارده هجهز الاكل واشيله في التلاجة، بس مش هسويه، هسيبه ني يبقى جاهز على التسويه، واسويه بكره باذن الله قبل الفطار، يعني على العصر كده. عندي اول حاجه كده لحمه مفرومه، عندي المكرونه اللي هي البنه اللي هي القلم، تمام. عندي بصلايه كبيره مبشوره على النار، انا حطاها بقالي شويه كده علشان تستوي. وعندي حله هنا على النار بسلق فيها الميه علشان قصدي بغلي فيها الميه عشان اسلق اللحمه المكرونه. مش عارفه انا عماله الخبط ليه النهارده. مش متخيلين ان يعني احنا فرحانين قد ايه علشان رمضان ده ان شاء الله. طبعا بعد ما اللحمه بعد ما البصله استوت كده احمرت شويه، هو انا مش عارفه هي واضحه لكم ولا لا، بس هي مش محروقه، هي لونها ذهبي. هنزل عليها باللحمه. هو انا كنت عامله قبل كده المكرونه بالبشاميل فيديو على القناه هنا، بس مفيش مشكله يعني لما نعملها تاني معاكم، لان طبعا هي اساسي اول يوم رمضان عندنا. واحنا بكره باذن الله هنفطر عند حماتي، يعني عند امي تحت. ف برضو ايه يعني لازم اعملها عشان بعد الفطار كده بقعد اتمزج بيها كده وباكلها يعني. هسويها بقى كده، طبعا هسيبها شويه تتشوح، وهنزل عليها بالتوابل اللي هقول لكم عليها دلوقتي. بصوا يا رب تخش في السوا. احط عليها بقى التوابل، ورق لورا وفلفل. بص، ورق لورا، فلفل اسود، ملح، رشه شطه بسيطه برضو تدي طعم كمان عشان الولاد يعني يعرفوا ياكلوا. كمون، دي شويه قرفه صغيرين كده، كم فص حبهان عشان يدي طعم. بص، انا بعد ما حطيت التوابل وقلبتها حطيت 3 معالق صلصه، عشان انا بحب اللحمه المفرومه يعني تبقى محمره شويه كده وهي المكرونه. وهقلبها بقى كده، هديها تقليبه حلوه كده، ماشي. هي كده تقريبا قربت تستوي تماما يعني. هحط لها شويه ميه صغيرين كده، ماشي. وهوطي عليها النار وهسيبها تستوي براحتها خالص عشان تبقى استوت تماما، ما تبقاش فيها حاجه نيه، ماشي. ولسه الميه محطوطه على النار بتغلي قبل ما تغلي يعني، هي لسه ما دخلتش في الغليان. هحط عليها شويه ملح واسيبها شويه لحد لما تغلي، بعد كده هحط عليها المكرونه. بصوا بقى، الميه كانت بدات تدخل في الغليان، رحت حطيت عليها المكرونه اهي. طبعا انا حطيت ملح الاول قبل ما احط المكرونه، حطيت المكرونه علشان تتسلق في الحله، ماشي. هسيبها بقى ايه من وقت للتاني كده، هديها تقليبه علشان ما يلزقوش في بعض، المكرونات ما يلزقوش في بعض يعني. وهسيبها بقى تتسلق. دلوقتي بقى هنروح لمرحله البشاميل. جينا بقى دلوقتي لمرحله البشاميل. عندي هو انا في الطبيعي بعمله من غير بيبقى دقيق ولبن وزبده وزيت مثلا وملح وفلفل، لكن انا المره دي اللي انا ضايفاه باكو خلطه البشاميل من ماجي، وهقول لكم دلوقتي هنعمله ازاي. عندي الاول تقريبا معلقتين دقيق، معلقتين كبار، عندي لتر ونص لبن، عندي الملح والفلفل. لو مش عايزين الفلفل الاسود يبان في البشاميل، بتجيبوا فلفل ابيض بيبقى نفس طعم الفلفل الاسود بس ما بيبانش في البشاميل. باكو بقى البشاميل، خلطة البشاميل بيغنيني عن اني انا احط دقيق.
تمام. هو بيغنيني عن ان انا احط دقيق، يعني انا بحط اللبن، هو حتى مكتوب عليه الخلطه بتاعته من ورا ان انا بحط اللبن وبسيب اللبن لما يبدا هيخش في الغليان شويه، يعني لسه يعني هادي شويه، لسه ما سخنش قوي. بروح حاطه عليه الباكو ده وبقلبه بالمضرب السلك او اي مضرب عندك، وبفضل اقلبه وبعد كده سمكه بيتقل، فهو بيغني عن الدقيق. عشان كده انا مش حاطه غير معلقتين بس دقيق على لتر ونص لبن، لان انا هحط الباكو ده. يلا بقى بينا دلوقتي نشوف هنعمل البشاميل ازاي. بس اهم حاجه لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناه تشتركوا معايا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. عندي حله على النار فيها معلقتين زيت كبار ومعلقه كبيره سمنه بلدي. انا ولعت كده على الحله وسبتها علشان الزبده مع الزيت تسيح ويختلطوا مع بعض، او السمنه يعني، هي دي سمنه بلدي. سبتهم على النار شويه كده يسيحوا مع بعض، وبعدين بقى هبدا ان انا احط الدقيق. زي ما قلت لكم المكرونه انا لسه مستنيه السمنه تسيح شويه. زي ما قلت لكم المكرونه بفضل اقلب فيها كده من وقت للتاني عشان ما تلزقش، وانا هطفي عليها وهي نص سوا. المكرونه البشاميل يا جماعه لما بتيجوا تعملوها المكرونه القلم بتبقى نص سوا، ما بتبقاش مستويه سوا كامل، هي كده قربت تبقى نص سوا. وبعد كده هطفي عليها واصفيها واحاول ان انا ايه ما خليهاش تفضل مكتسبه درجه الحراره بتاعتها، يعني انا هنزل عليها ميه اول ما هتشيلها على طول. عندي هنا بقى السمنه اهي ساحت مع الزيت. هنزل بالدقيق، ادي الدقيق اهو، اقلبه مع الزيت والسمنه، افضل اقلب كده لحد لما يبقى لونه ذهبي فاتح كده شويه، ما يبقاش غامق. هو لونه اهو بدأ يلون. ماشي، هنزل عليه باللتر ونص الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب بقى كده، وطبعا مش هيكلكع لان اصلا الزبده والسمنه والزيت اكتر من الدقيق. ماشي، هقلبهم كده تقليبه، بعد كده هسيبهم شويه. بصوا هو اللبن اهو سبته شويه بتاع 5 دقايق كده ولا حاجه، يعني ما سخنش، هو لسه دافي. ماشي، هروح مفضيه عليه بقى باكو خلطة جبنة خلطة قصدي البشاميل بتاع ماجي، وهقلب كده، اقلبهم كلهم مع بعض كده اهو كويس قوي. ماشي، دلوقتي بقى هحط له شوية ملح وشوية فلفل اسود، الملح على حسب الرغبة يعني، دوقيه وشوفي عاوز ملح قد ايه، وهنحط برضو معاه الفلفل. بصوا بقى هو كده اهو، بصوا الكوتيل ازاي، بصوا اهو بقى، ولا حاجه مكتله بقى ولا اي حاجه من دي، كله تمام اهو ما شاء الله. قلب هنا وشفا. دلوقتي بقى هستنى عليه شويه صغيرين كده بعد ما طفيت عليه، وبعد كده بقى هبدا بقى ارص المكرونه في الصينيه. هوريكم بقى دلوقتي هرصها ازاي. بصوا بقى انا حطيت المكرونه بعد ما اتصفت وغسلتها كويس، حطيتها في الحله اللي انا كنت سلقاها فيها، وحطيت عليها شويه بشاميل وهقلبهم كده مع بعض الاول. بصوا بقى انا هنا جبت عندي انا عشان ما عرفتش امسك التليفون وانا بعمل وانا بحط يعني الحاجه وكده، عشان كده صورت بعد ما خلصت. عندي صينيه ألمونيوم، وحطيت فيها الاول طبقه من المكرونه، بعد كده طبقه من اللحمه المفرومه، بعد كده اللي متبقي من المكرونه، وبعد كده حطيت البشاميل كده من على الوش، وسويته كده وظبطته. وبعد كده دلوقتي بقى انا هسيبها تستهدى شويه، وبعد كده هشيلها في التلاجة لان هي هتستوي بكره ان شاء الله. وطبعا انا وريتكم امبارح ازاي انا عملت الفراخ المشويه، برضو هتتسوى بكره باذن الله مع المكرونه. يا رب اكون عملت حاجه النهارده تستفادوا منها، وطبعا وهنشوفه بقى بكره باذن الله. برضو هوريكم الروتين، وهوريكم برضو فيديو لما الحاجه تستوي يبقى طالعه شكلها عامل ازاي.
ودلوقتي بقى انا يعني كان في روتين بسيط كده النهارده، ما صورتش روتين كتير النهارده لان انا بصراحه ما كنتش فاضيه خالص النهارده من التجهيزات بقى والكلام دوت. ودلوقتي بقى اقول لكم مع السلامه، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الايام بخير، ومع السلامه. ده بقى كده جزء كده من الروتين بتاع النهارده. آه علشان النهارده الصراحه ما كانش فيه وقت ان انا اصور الكلام دوت، كان عندي غسيل كده عاوز يتنشر، وده بقيت غسيل عايز يتلم، ودوت اهو الغسيل لسه هنشره كده وهرجع لكم بقى تاني كده. ده كده بعد ما نشرته وخلصته كله. ده كده ميني روتين يا جماعه جزء من الروتين مش الروتين كله. بصوا بقى انا علقت النور، علقت الفانوس. احلى فرحه بقى بتاعت رمضان كده لما نعلق الفانوس ونعلق النور بتاع رمضان كده، احلى فرحه. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الايام بخير ورمضان كريم علينا كلنا يا رب. علقت الزينه كده قدام باب الشقه، بصوا شكلها جميل جدا، شكلها جميل خالص. كل سنه وانتم طيبين، ومع السلامه.